يا صباح الفل. النهارده بقى معانا اكل على قديمه، معانا كفتة الرز غرقانة في الصلصة والبطاطس المكعبات، حاجة كده تجنن. اول حاجة هنا انا معايا طاسة فيها زيت، وكان معايا نص كيلو كفتة رز. كفتة الرز دي انا عاملاها بلحمة جاموسي. الناس اللي بتخاف تعمل من اللحمة الجاموسي، لا يا جماعة، جميلة جدا جدا وهايلة جدا جدا. في ناس بتحب تعملها بالجملي وبتخاف عشان خاطر ما تفكش منها. لا، لو حابه انك انت تجربيها بالجاموسي تمام جدا، ولا هتفك ولا اي حاجه، وجميله وطريه جدا وتحفه تحفه بجد. هنا انا كان معايا نص كيلو، طبعا حطيت اول جزء منها، حمرتها زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنقوم شايلينها. على فكره، اللي عايز يعملها باللحمه الجاموسي وخايف منها، ممكن انك انت تحطي لها حبه شعريه، لان فعلا الكفته الجملي بتشد جدا، بتبقى ناشفه شويه عن الجاموسي، وبيبقى ده نفس مقدار ده. بس انت ممكن تحطي لها حبه شعريه. هنا كده انا خلصت اول طاسه، ونزلت بقى بالطاسه التانية كده زي ما انتوا شايفينها. بصوا يا جماعه، لونها حاجه تحفه، حاجه بتتكلم عن نفسها، جميله بجد بجد. جربيها مش هتندمي، وهي نفس خطواتها ولا اقل ولا ازيد. هنا بقى انا ولا بخرط لها بصل ولا اي حاجه، انا بعملها بالطريقه دي، والطريقه دي جميله. هنا معايا انا راس توم، ومعايا قرن فلفل احمر، وممكن تحطي قرن فلفل اخضر، وبس كده. وهتدقيهم بقى بشويه ملح وفلفل وكمون وكزبره، وهتحطي بقى طبعا سمنتك والزيت بتاعك والكلام ده كله، الماده الدهنيه بتاعتك، وتقلبي فيها لحد ما تاخد ايه، لون خفيف. طبعا احنا مش هنحمرها قوي، بس. وبعد كده هنا انا كنت ضاربه شفشق قوطه معايا، نزلتها بيها عليها بالشكل ده كده، بس. وسبتها بقى هي ايه تتسبك على العين التانية. طبعا ادام كفتة رز وبطاطس، يبقى هنعمل جنبها شوية رز بشعرية. طبعا هنا معايا معلقة سمنة بلدي حلوة، وحبة زيت كده عشان طبعا يفرفروا لي الحاجة، يفرفر لي الرز بتاعي. وطبعا هنا انا نزلت بالشعرية بتاعتي، وهناك كده الصلصة اهي اتسبكت. طبعا انا هنا نزلت عليها بكوبايتين او 4 كوبايات ميه، لاني انا ما كانش عندي شوربه. دي حاجه. تاني حاجه، الشوربه بتخلي الصلصه معاكي لونها فاتح، الميه لا خالص، بتخلي الصلصه لونها احمر زي ما هي. هنا طبعا انا تبلت الصلصه بتاعتي، حطيت فيها شويه فلفل اسود، وحطيت فيها 7 بهارات، وهنزل فيها بمكعب فاين فودز زي ما انتوا شايفين كده. والشعريه برضو شغاله الناحيه التانية. وطبعا انا هنا كده نزلت بالرز عليها، وطبعا سايبه بقى ايه ان هي تغلي الناحيه التانية، علشان خاطر انا كده ايه هنزل فيها بالبطاطس الاول. وزي ما احنا متفقين مع بعضنا ان الرز ما بيتحطلهوش غير ملح وفلفل اسود، ولا اكتر من كده. هنا الصلصه بتاعتي غليت، طبعا هنزل عليها بالبطاطس الاول، وهسيبها تاخد نص سوا او تكتر شويه عن نص سوا، لان اللحمه الجاموسي ما بتاخدش تسويه كتيره خالص. هنا بصوا بقى كده كده خلاص بقى، يعني داخله على السوا او خلاص كده تمام. نزلت عليها باللحمه بالكفته بتاعتي. الكفته انا مش هخليها تستوي فيها للدرجه اللي هي ده، هي يا دوبك مش هزود اكتر من 5 دقايق. طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك وتدعموا القناه، علشان خاطر كده مفيش لايكات كتير، انا عايزه القناه تعلى بيكم يا جماعه. وزي ما انتوا شايفين كده، احنا هنا بندوق ملحها وبنظبط حالها. هنا كده خلاص، انا ما برضو ما بسيبهاش كتير زي ما قلت لكم. هنا كده خلصناها وقدمناها. لايك واشتراك ودعموا القناة. وبجد الاكلة دي من اعظم واحلى الاكلات، منقذة لكل وقت ولأي وقت، حاجة جميلة قوي 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 قوي.